وصفات طبيعية للتخلص من الكحة والسعال. يعد السعال رد فعل طبيعي للجسم لتنظيف مجرى الهواء من المخاط أو المهيجات، ولكنه قد يصبح مزعجاً ومؤلماً عند استمراره لفترة طويلة. بدلاً من اللجوء إلى الأدوية الكيميائية، يمكنك الاعتماد على وصفات طبيعية فعالة تساعد في تهدئة الكحة والسعال بسرعة. في هذا الفيديو سنقدم لك أفضل العلاجات المنزلية التي تساعد على التخلص من السعال بطرق طبيعية وآمنة. أولاً، العسل والليمون، مزيج سحري لتهدئة الحلق، حيث يعتبر العسل من أفضل العلاجات الطبيعية للسعال، فهو يعمل كمهدئ للحلق ومضاد للالتهابات، كما أن الليمون غني بفيتامين سي الذي يقوي المناعة ويساعد في مقاومة العدوى. طريقة التحضير: امزج ملعقة كبيرة من العسل مع عصير نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ. تناول هذا المشروب 2 إلى 3 مرات يومياً للحصول على أفضل النتائج. شاي الزنجبيل والنعناع، مضاد طبيعي للسعال. يعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، والتي تساعد في تهدئة تهيج الحلق، بينما يعمل النعناع على فتح الشعب الهوائية وتسهيل التنفس. طريقة التحضير: اغلي كوباً من الماء، وأضف إليه بعض شرائح الزنجبيل الطازج. أضف بعض أوراق النعناع، واترك المزيج لمدة 10 دقائق. قم بتصفية الشاي وأضف العسل لتحسين المذاق، ثم اشربه دافئاً. الحليب بالكركم، علاج تقليدي فعال يحتوي الكركم على مادة الكركمين، وهي مضاد طبيعي للالتهابات ومضاد للبكتيريا، يساعد في تخفيف السعال وتهدئة الحلق. طريقة التحضير: قم بتسخين كوب من الحليب، وأضف إليه نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون. حرك الخليط جيداً، واشربه قبل النوم للحصول على راحة سريعة. نصائح إضافية لتسريع الشفاء: اشرب الكثير من السوائل الدافئة للحفاظ على رطوبة الحلق. تجنب التدخين والأماكن الملتهبة بالدخان. احصل على قسط كاف من الراحة لتعزيز جهاز المناعة.